النهاردة هنعمل مع بعض غدوة تحفة. طاجن بطاطس باللحمة المفرومة مش هتاخد منك 3 دقايق، مع شوية مخلل وشوية بتنجان محدق والعيش البلدي بتاعنا. أكلة مفيش بعد كده، بسيطة وخفيفة وجميلة. يلا اشتراك بسرعة على القناة ومتابعة على صفحة الفيس، ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو مع بعض. أنا معايا نص كيلو لحمة مفرومة، ودي هريسة شطة وطماطم مكعبات وبصل من اللي أنا مفرزاه، وبطاطستين. بس كده، هي دي مقدرنا. طاسة على النار بقى، فيها معلقة سمنة على شوية زيت زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل باللحمة المفرومة بتاعتنا. اديها تشويحة الاول لحد ما تتفك كلها من بعض. اكلة تحفة، اكلة سريعة لو محتارة زي ما انتوا شايفين كده. وانزل البصل والهريسة الشطة والطماطم على طول كلهم على بعض، لان كده كده البصل واخد تشويحة قبل ما نفرزه طبعا. واديله تقليبة حلوة. ممكن بدل هريسة الشطة او الفلفل الاحمر ده ممكن قرن فلفل اخضر عادي خالص مكعبات صغيرة، بيدي طعمه برضو جميل جدا. ادي تشويحة جميلة كده. وبعد كده البهارات بتاعتنا: ملح، كزبرة، فلفل اسود، وبهارات لحمة وقرفة وتوم باودر. تمام كده، هنزل بيهم كلهم واديلها برضو تشويحة. دي اول حاجة في اكلتنا. وطبعا العصاج كلنا عارفين بنعمله ازاي، باختلاف بعض الاضافات اللي كلنا احنا بنختلف فيها يعني مع بعض. ضفت بقى نص كوباية مية عشان انا عايزة فيها شوية يعني زي صوص كده، عشان البطاطس بتاعتنا ان شاء الله تتشربها كلها وتدي طعم حلو كده. اللحمة المفرومة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين فيها لسه نسبة سوائل كده، خلصت معانا. اركنها على جنب. تمام كده. والبطاطس بتاعتنا انا قطعتها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين، وهقليها في الزيت عادي خالص. تمام كده، انزل بيها في الزيت بعد ما قطعناها مكعبات. وبعد كده خرجناها من الزيت اهي، خدت لون ذهبي جميل. واطلع بيها في الطاجن على الطاجن بتاعنا مباشرة، الكمية اللي انتوا عايزينها طبعا. والعصاج اللي انا معصجاه معاكم بالسوائل اللي لسه فيه هنزل بيه على البطاطس بتاعتنا في قلب الطاجن. بس كده، هي دي اكلتنا. اوزع اللحمه المفرومه على وش البطاطس كويس جدا، وممكن ازينها بشويه فلفل اخضر، وممكن انتوا تحطوا طرنشات بصل، طرنشات طماطم، اللي انتوا تحبوه. هتدعولي ان شاء الله على الاكله الجميله دي. والبطاطس بتاعتنا شاربه من السوائل بتاعه اللحمه المفرومه اللي لسه ما شربتهاش كلها، مديه طعم رائع، اطعم من اللحمه نفسها. كده الطاجن بتاعنا بعد ما دخلنا بيه الفرن وطلعنا بيه مع شويه بتنجان وشويه مخلل وعيش بلدي وممكن رز ابيض. يا رب تكون عجبتكم. الف هنا وشفا، ويا رب قناتي دايما تكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم.